السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. every day ايه الفرق بينهم؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو ده. أول حاجة every day الأولانية دي as a word ككلمة واحدة دي تعتبر adjective صفة، واحنا عارفين إن الادجكتيف بيجي عشان يدينا more information about a noun، بيدينا معلومات عن الاسم، وبالتالي بعد الصفة دي هيجي noun. فهنقول مثلا مثال عشان نفهم: stress is just a part of everyday life. مجرد روتين أو مجرد جزء من الحياة اليومية يبقى everyday اليومية. نقول كمان مثال تاني: don't let the problem of everyday life get you down. everyday life دي أول حاجة everyday as a word. طيب everyday اللي فيه موجود space بين every وبين day دي تعتبر adverbial phrase أو adverb، تعتبر ظرف أو تعتبر حال، وعارفين ان الظرف بيجي عشان يدي more information about الفيرب نفسه، بيدي معلومات زيادة او يوضح لنا الفعل نفسه. نقول مثال: I see him every day. انا بشوفه كل يوم. مثال تاني: she brings him the paper every day. هي بتجيب له الجريدة. paper هنا معناها الجريدة، بتجيب له الجريدة كل يوم، وهو بينسى اللي هي بتجيب له الجريدة. and she asks him the same question every day. هو بيسأل نفس السؤال كل يوم: what is it؟ فين الجريدة؟ باختصار every day as a word تعتبر adjective ويجي وراها اسم، و every day ككلمتين دي تعتبر حال أو تعتبر ظرف. لو عجبك الفيديو اعمل لي لايك، اعمل لي شير، and thanks a lot.